شيء والجنه. ونفس الوضع النهارده راجع تاني بيقول لك اهو الدستور، اهو خد الدستور ده احسن من اعلان الدستور. يعني هو الدستور نازل برضه بالشريعه ولا برضه هينزل بنفس المنطق الديني، بنفس اذا وافقت عليه؟ بيسحب، ما هي دي انا مش عايز بس يعني بيسحب السلطه الوضعيه للمحكمه الدستوريه والهيئه القضاء ان هو يقرر. والمحكمه الدستوريه بقى لها 20 30 سنه قالت طبعا مبادئ الشريعه هي الاحكام قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت، وان اللي في اجتهاد والاجتهاد لتحقيق مقاصد الشريعه. ما احناش كنا كفره ال 20 30 سنه اللي فاتت، احنا كنا كفره عشان ما طبقناش الشريعه يا محمود، وده اللي انا بقوله، عشان ما اكلناش الناس. عشان عندي 40% من الناس ما بتاكلش، عايشه تحت خط الفقر، عندي 50% ما عندوش تامين صحي، ما فيش تعليم. وبعدين يرجع يقول لي الهويه. يعني احنا بلاش كلام فارغ، احنا كنا الحقيقه لمده حريصين ان يقولوا دول اهل دين ورجال دين، ويعني ما نقول لهمش شيء. لا، انتوا لا تمثلوني ولا تمثلوا الدين ولا تمثلوا الدين في رايي، لكم رؤيتكم، انما مش هو ده الدين بالنسبه لي، ولا بالنسبه للشباب اللي قاعده في التحرير، ولا بالنسبه لغالبيه الشعب المصري. الدين بالنسبه لي شيء اخر، سواء مسلم او مسيحي. الدين بالنسبه لنا قيم يا محمود.